السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم معي من جديد على قناتكم البسيطة مع كريمة، دائما ضمن تحضير حلويات العيد إن شاء الله. غادي نقترح لكم حلوة سهلة سريعة مكوناتها جد بسيطة، كتجي لذيذة بزاف أخواتي، هشيشة كتذوب في اليد قبل الفم. إن شاء الله تجربوها وتنال الإعجاب ديالكم. ننتقلوا باش نتعرفوا على المكونات. بالنسبة للمكونات عندي 125 غرام من الزبدة، كذلك كأس إلا ربع من السكر. بالنسبة للزبدة أنا استعملت مارغرين، ممكن تستعملوا أي نوعية عندكم. كذلك زدت رشة ديال الملح لتصحيح الذوق، ثم غادي نسم هاد الحلوة بكيس من السكر الفاني. صافي كنخدم الزبدة مع السكر مزيان. ضروري أخواتي تكون الزبدة بحرارة المطبخ باش تسهل لكم العملية. ممكن توضعوا هاد المكونات في الهاشوار وتخلطوهم مزيان. كذلك غادي نزيد كأس إلا ربع من الزيت. بطبيعة الحال المكونات كاملين كنعبرهم بالكاس ديال العنبة اللي السعة ديالو 150 ملي. هنا كذلك كنخدم الزيت مع المكونات مزيان حتى يتجانسوا، نتحصل على واحد الخليط اللي يكون كريمي على هذا الشكل هذا. هنا كذلك غادي نضيف جوج ديال البيضات، غادي نضيف بيضه كامله، اما البيضه الثانيه غادي نضيف ليها غير الصفار، البياض غادي نخليه فيما بعد للتزيين. مكونات كما كتلاحظوا معايا في الفيديو يعني جد سهله، مكونات كنظن متوفره في اي منزل، حلوه كتجي من اروع ما يكون. صافي هنا كذلك كما كتلاحظوا كنخدم البيض مع المكونات مزيان تنتحصل على واحد الخليط اللي يكون القوام ديالو كريمي. ضروري اخواتي تخدموا هاد المكونات مزيان. المكونات مضبوطه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. ضروري تخدموا المكونات مزيان حتى تحصلوا على واحد الخليط اللي يكون القوام ديالو على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا في الصوره. هنا غادي نضيف كأس ديال الكوك، من الاحسن يكون نوعيه جيده كيعطي واحد المذاق اللي رائع جدا. بالنسبه لهذا الكاس ديال الكوك ممكن تعوضوه بالبسكوي مطحون او تعوضوه بالكاوكاو مطحون، لكم الاختيار. ضروري انكم تخدموا المكونات مزيان. صافي هنا غادي نضيف الدقيق، ضفت الكاس الاول. بطبيعه الحال الدقيق خاص بالحلويات منخول من قبل. هنا كما كتلاحظوا ضفت جوج ديال الكؤوس. هنا كذلك غادي نزيد نصف كيس من خميره الحلويات الوزن 8 غرام، ضفت غير النصف ديالها. كنجمع الخليط ديالي وكنضيف الدقيق عند الحاجه تنتحصل على واحد العجينه اللي يكون القوام ديالها رطب. هنا كذلك بالنسبه للكاس الثالث كنضيفو بالتدريج اخواتي، ما تقصحوش العجينه وما تضيفوش الدقيق دفعه واحده باش تحكموا في القوام ديال العجين. هنا كما كتلاحظوا الكاس الثالث ضفتو كامل، يعني المجموع ديال الدقيق اللي ضفت 300 غرام ما يعادل 3 ديال الكؤوس. القوام ديال العجينه يكون على هذا الشكل هذا، يعني ملي كتشكلوا العجينه ديالكم على هذا الشكل كتشكل معكم بسهوله. هنا بالنسبه للتزيين عندي بياض بيضاء اللي نقصته معكم، وكذلك عندي الكاوكاو. بطبيعه الحال الكاوكاو استعملت الكاوكاو بقشورو، حمرته قليلا ثم طحنته على هذا الشكل هذا. بالنسبه للطريقه اخواتي كنشكل هكا كويرات كنوضعهم في البياض ديال البيض، ثم كنوضع عليهم الوجه ديالهم في الكاوكاو. خديت لاطا كما كتلاحظوا فرشت ليها ورق الزبده، ممكن تدهنوها غير بالزيت. حلوه جد سهله وراها ما شاء الله كتعطي كميه اللي كثيره. كنستمر اخواتي بنفس الطريقه حتى نكمل تشكيل ديال الحلوه ديالي كامله. بالنسبه لهاد الحلوه راها سهله ما كتاخذش الوقت بزاف نهائيا. هاد الحلوه هذه ممكن تحضروها في الوقيته اللي تحضروا فيها الشاي. صراحه جد سهله، ما فيهاش كثره المراحل او التعقيدات. بالنسبه لي انا عطاتني جوج ديال لاطات من هادو، وحلوه يعني راه كيجي الحجم ديالها مزيان، ما كتجيش صغيره وكذلك ما كتجيش كبيره كما غادي تلاحظوا معايا في الفيديو. ممكن ديروها تشكلوا هكا 25 غرام. هنا صافي من بعد ما كملت اللاطه ديالي الاولى كناخذ هذا الطابع هذا، ممكن يعني تطبعوها اخواتي بالطابع اللي عندكم.
انا خديت هاد الطابع هذا، ممكن توضعوه في الدقيق باش ما يلتصقش ليكم. وراه ما شاء الله كيجي واحد الشكل اللي رائع اخواتي، حلوه جد سهله وبسيطه، ولكن المذاق ديالها كتجي لذيذه بزاف، كتجي هشيشه مقرمشه، والمذاق رائع بطبيعه الحال. مكونات كما تابعتوا معايا جد بسيطه. كنستمر اخواتي بنفس الطريقه حتى نكمل. هنا خديت الكاوكاو الاحمر، كنوضعو في البياض ديال البيض اللي بقى لي، وكنوضع دوك يعني الحبيبات ديال الكاوكاو في الوسط. ضروري توضعوه في البياض ديال البيض باش يلتصقوا لكم اخواتي. بالنسبه لهاد التزيين هذا راه كيبقى اختياري، ممكن يعني تزينوا بالطريقه اللي كتعجبكم بطبيعه الحال، المكونات اللي متوفره عندكم. هنايا من بعد ما كملت، بالنسبه للفرن راني وضعته يسخن على 180 درجه. بالنسبه للطياب انا غادي نطيبها في الفرن الكهربائي. طبيعه الحال غادي نشعل النار من الاسفل والاعلى، غادي نطيبها على 170 درجه. وبالنسبه اخواتي للفرن الغازي، غادي تديروا الفرن ديالكم يسخن مزيان، كتوضعوا اللاطه ديالكم من الاعلى. كتلاحظوا ان الحلوه ديالكم بدات كتحمر من الجوانب، تشعلوا عليها من الفوق حتى تحمر وتاخذ هذا اللون هذا. وكما كتلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما طابت. صراحه كيجي واحد الشكل اللي رائع جدا. والمذاق اخواتي ما نعاود لكمش، كيجي مذاق لذيذ بزاف، كتجي هشيشه كتذوب في اليد قبل الفم، خصوصا ان مكوناتها جد بسيطه، وكذلك طريقه التحضير ديالها جد مبسطه. كنتمنى من كل قلبي اخواتي تجربوا هذه الحلوه. انا متاكده الا جربتوها غادي تولي معتمده عندكم. حلوه سهله وفي متناول الجميع. كما كتلاحظوا يعني الشكل ديالها، وراه ما شاء الله كتعطي واحد الكميه يعني كثيره. ولا بغى اللي بغى يعني يذوب المكونات، ممكن تذوب له المكونات. كما كتلاحظوا كتجي هشيشه كتذوب في اليد. لا فيديو ديال اليوم انتهى. شكرا لكم اخواتي على المتابعه. كنتمنى ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، كذلك تعاليقكم المحفزه، ولما لا كذلك البارطاج مع الاهل والاصدقاء. الى اللقاء، مع الملتقى ان شاء الله.